متفق معي انه لاعب سوبر دائما يعني من الصنف الاول يعني في العالم يلعب في ريال مدريد مؤخرا اساسي حارب على مركز على مركز نتاعو بالحق حارب في وجود بيلينغهام في ظل وجود فينيسيوس رودريغو لاعبين كبار يعني في ريال مدريد ومدرب غني عن كل تعريف اللي هو كارلو انشيلوتي. احنا كتونس مثلا مانيش باش نقارن المغرب بتونس لانه يعني منتخب المغرب اكيد اعلى مستوى باللاعبين الموجودين معناها شوف الناس وين وصلت لاعب في ريال مدريد يلعب في منتخب المغرب في الفترة القادمة الحقيقة حاجة مبهرة. والمنتخب المغربي اللي قالوا شأن انت على منتخب اسبانيا ديجا المغرب روح اسبانيا كابتن في المونديال الفارق هكا ولا ربحتها من غير ابراهيم دياز من غير ابراهيم دياز خلي تو بابراهيم دياز الله اعلم. شوف كيفاش يقولوا بالفرنسي ترو دو بيان ولا ترو دو ريشيس نوي بعدها برشا حاجات اتونسيون تنجم باهي ومش باهي هذوما مشاكل تاع الناس لاباس عليهم كيبداو خالقين عندهم برشا فلوس. اول شرط تاع ابراهيم دياز تيتولير نتصور لاعب في ريال مدريد طبعا باش يكون تيتولير هو في الريال الفتره الاخيره تيتولير وجماعه الاخرين زاد يقول لك حتى انا تيتولير فهمتي ولا اتونسيون معناتها المشكله هي كومون جيري الوحده هذه كوكبه نتاع نجوم كوكبه تاع نجوم كبيره في المغرب شرط انه يكون اساسي واضح شرط يكون اساسي لكن البدايه المغرب كابتن تنهي اجراءات ضم ابراهيم دياز او تنهي اجراءات دعوه بلوتو ابراهيم دياز باش نكونوا اكثر دقه. اللاعب في القائمه الاوليه لمنتخب المغرب اللاعب حسب وسائل الاعلام اعطى موافقته للانضمام لمنتخب المغرب وأسود الأطلس بعد ما أعجب كابتن بمشروع قدمه وليد الركراكي للاعب. شو نيفو كابتن أو نيفو هذا معناها مدرب منتخب المغرب لاعب عالمين يقدم مشروع للاعب ريال مدريد لاعب مؤثر في الفترة الأخيرة في ريال مدريد أقنع كارلو أنشيلوتي وما أدراك كابتن لاعب في الريال لاعب سوبر سيعزز صفوف منتخب صحيح. المغرب حكينا عليه البارح وديما نحكيه لأنه ديما فما جديد في دعوة إبراهيم دياز. كرة القدم تو مش كما نشوفوا فيها احنا كيفاش تدير في تونس كرة قدم انتهت اختصاص كبير في كل المجالات مدرب اختصاص لاعب اختصاص مسير اختصاص يا سيدي سويت دونك يقدم له هو هذا المشروع هو ليس مشروع وليد الركراكي ولكن مشروع الجامعة الملكية لكرة القدم أكثر ولا أقل المشاريع أو لكن سامحني خلينا نتفاعل معك الشيف دو بروجي هو وليد الركراكي لا شيف دو بروجي هو لقجع لا خاطر لقجع غادي يقعد بارك الله فيك في السؤال لو بروجي يزمو ديمومه ولا لقجع سيدوم المدرب ظرفي دونك لقجع هو صاحب البروجي كل من يجي كابتن ما فما انتخابات زاد في حتى هو ظرفي كابتن لا مش ظرفي ما ديكتاتوريه ما فماش كابتن يبدا مسير معناها متميز وعاطي مردود كبير على المستوى المحلي عنده موندا كابتن والمستوى العالمي عنده موندا ولا دي موندا يعاود هكا ويفيد عليه احنا في العالم العربي نحبوا نربطوا الرئاسه بموندا 2 سنين جيريتس قداش قعد 16 17 سنه قلت جيريتس سامحوني لو جريت تاع فرنسا 16 15 سنه رئيس جامعه دي ماما اللي انت فاعل ودي ماما اللي انت حاسب دي ماما اللي تجيب تقعد معناها احنا تو عامين ويمشي ويجي لي بعده شو يعمل يكسر لك العامين هذوك زيد يوخر بينا عامين اخرين واللي يجي حتى تلقى روحك متاخر ب6 7 8 سنوات الحسيل مش هذا الموضوع. انا كابتن سمعت ممكن كلام وعندي هكا بعض الحيثيات على البروجي يقول انه ابراهيم دياز باش يكون بيس ماتريس في منتخب المغرب لكن انا والله بكل فضول نحب نعرف كيفاش تم تقديم البروجي كابتن معناها اسكو حكاو اسكو فما ما نعرفش اول حاجه فما اول شرط تاع ابراهيم دياز تيتولير نتصور لاعب في ريال مدريد طبعا باش يكون تيتولير هو في الريال الفتره الاخيره وجماعه الاخرين زاد يقول لك حتى انا تيتولير فهمتي ولا اتونسيون معناتها المشكله هي كومون جيري الوحده هذه كوكبه نتاع نجوم كوكبه تاع نجوم كبيره في المغرب شرط انه يكون اساسي واضح شرط يكون اساسي بعد فما فلوس كابتن زعما ما تصورش بعد فما كاس العالم قلنا سبوري ترافاي الناس الكل تمشي لها 48 هكا اخويا وجدي شكون ما يمشيش بعديش فما زاد شو نقول لك الملف المالي فما فلوس فما فلوس ليه فما فلوس كابتن متاكد تقول فيها كانك كانك متاكد تقول لا متاكد من الناس الكل اسمع الناس الكل اللي يجيو لي بي ناسيونو راه فما فلوس واللي يقول العكس با
وجدي لاعب سوبر، متفق معي انه لاعب سوبر هذا يعني من الصنف الاول معناها في العالم، يلعب في ريال مدريد مؤخرا اساسي، حارب على مركز معناها على مركز نتاعو بالحق، حارب في وجود بيلينغهام، في ظل وجود فينيسيوس رودريغو، لاعبين كبار يعني في ريال مدريد، ومدرب غني عن كل تعريف اللي هو كارلو انشيلوتي. احنا كتونس مثلا مانيش باش نقارن المغرب بتونس، لانه يعني منتخب المغرب اكيد اعلى مستوى باللاعبين الموجودين معناها. شوف الناس وين وصلت، لاعب في ريال مدريد يلعب في منتخب المغرب في الفتره القادمه، الحقيقه حاجه مبهره، حاجه مبهره. وهذه ما يشفدلك لي بروجي اكور يا مويان لون تيرم، ما يشفدلك عباد، ما يشفدلك. مش كيف نحن نمشي نجيبوا لاعبين واللي يجي يمشي يجيب اللاعبين معناها خذ الكار وامشي الطياره وامشي. لا سي با نابورت كي. هذا الكابتن قال توا منتخب فيه العديد من النجوم، لكن اليوم هو ممكن هو حكيمي اكثر نجوم في المنتخب المغربي. فما حتى نجم يفوقه تو ابراهيم دياز، فما حتى نجم في القيمه التسويقيه بوتيتر هو حكيمي، مي هو نجم رقم واحد في المنتخب المغربي. اليوم انت تسالت قبيله على كيفيه معناها تقديم المشروع سيرمون. عند ساعه اول حاجه فما مده التالي اللي هما معناها المشروع تقدم. تشوف اليوم المدرب نتاع المنتخب الوطني مش اللي يجي، مش كبير في العمر، كايرو مش كبيره، مي اسمه كبير والكومبيتونس نتاعو والكفاءه نتاعو موجوده. اليوم يمشي يقابل المدرب كارلو انشيلوتي. مريت قيمه الاسم وجدي، بيان سور قيمه الكفاءه. ولا شكون مش عمل لك اسم؟ انت كفاءتك تعمل لك اسم. شوف مش لازم انا نعاودها، مش لازم تكون شباب ومزيان ومحلاك وباسمك ديجا قبل باش تكون كفء ولا كفاءه. بكفاءتك بخدمتك تعمل هذوما الكل. سي با فاسيل باش تمشي لليكيب كيما ريال مدريد، وسي با فاسيل باش تفك لاعب كيما ابراهيم دياز للمنتخب المغربي. ولو انه قلت الكلام هذا معك انت يظلي، ولا انت وقتها ما زلت في قطر معك انت يظلي السباحه امين. قلت لك قلت لك شوف، قلت لك انا نتصور انه ابراهيم دياز باش يختار المنتخب المغربي لا لشيء، لانه فما ان بروجي قدامه، فما جيستيون دو كارير. خويا اليوم اذا كان باش يمشي لاسبانيا قدامه خويا يمين لامال، بيدري، غافي، اصغر منه في العمر ب5 و6 و7 سنين. ينجم يلقى صعوبه باش يلعب، باش يكون متواجد وباش يلعب. اليوم في المنتخب المغربي برمي الحاجات اللي يحكوا عليها مع المدرب هو سيستم جو، هو لو بروفيل، هو باش يلعب كيفاش وين يلقى روحه بيرفورمون. ينجم المدرب ميم يحكي معاه في الكات كاد دو لوزونج يلقى روحه تحت الاتاك. سامحني خلينا نكمل كلامي. في الكات 3 3 يلعب جوود كلوار ويصير تضيفه كما يلزم. في الكات 2 3 يكون موجود فالابل. يعني لاعب باش يجي بلغتنا باش يهز المنتخب المغربي القدام. والمنتخب المغربي لا يقيلوا شأنا انت ولا منتخب اسبانيا. ديجا المغرب روح اسبانيا كابتن في المونديال الفارق هكا ولا ربحتها من غير ابراهيم دياز. من غير ابراهيم دياز، خلي تو بابراهيم دياز. الله اعلم. شوف كيفاش يقولوا بالفرنسي ترو دو بيان ولا ترو دو ريشيس نوي، معناها برشا حاجات تنسيون تنجم باهي ومش باهي. هذوما مشاكل تاع الناس لاباس عليهم تبداو قلقين عندهم برشا فلوس. بارك الله فيك. دونك ما نتفاهموا على حاجه. اش قلت لي انت؟ قلت لي ولو على المدرب سؤال، قلت لي توا خدنا كلام في كلام. شنو قلت لك؟ انا قلت لك ما عليناش. قلت لك انا المستوى المستوى صحيح، ينجم يكون المستوى كبير وينجم اتونسيون معناها تصير حتى حزازيات. تتكلموا صراحه، نعرفوها الكره فهمتي ولا؟ معناها صارت عندنا نحن في تونس مثلا. لا حتى العالم اجمع كابتن، عايش في العالم اجمع. شو البلايص هذه تبقى راهو الركراكي الصحيح كفورماسيون تاع انترونور كذا مع شنو بوليغلوت. تعرف بوليغلوت معناها يتقن عده لغات، وهذا تعاونوا. انا قلتها مره كي انت تعرف الاسبانيول، تعرف الاسبانيول، الفرنسيه، انجلي، انت اتو كابتن اتو شو معناها خاطر فما مغاربه معناها حياتهم كل في انجلترا بار اكزومبل يتكلموا بالعربي، يتكلموا بالانجليزي، يتكلموا بالاسبانيول، معناها كوميونيكاسيون مسكرين على رواحهم في المجتمع. ولكن في الاخر في الاخر معناها فما هنا زاد خويا شو نقولوا احنا لو ميريت تاع المغرب اللي عطات معناها باش نقولوا ان كادو، هديه ثمينه الى الركراكي. هذه كوكبه من اللاعبين اللي كبرت له اسمه ويعطى اسمه. معناها المغرب خدمه الركراكي والركراكي خدم المغرب. بارك الله فيك.